زمان عشان تحلم كنت لازم تتعب، تسهر، تفشل، تقوم وتتوجع، بس في الآخر بتقول أنا عملت حلم بعرقي. دلوقتي زرار واحد، صورة بالذكاء الاصطناعي، فلتر واحد، وبقت حياتك الافتراضية بتقول للناس بصوا عليا، أنا غني، أنا مشهور، أنا ناجح. بس الحقيقة نايمة ورا التعب، الحقيقة نايمة ورا السهر اللي بنهرب منه. السوشيال ميديا بقت المصباح السحري، المصباح اللي حاسين ان هو ممكن يحقق لنا احلامنا، بس هو بيحقق وهم. نفسك تبقى صاحب مشروع؟ بسيطة قوي، صورة مكتب فاخر وفلتر هيخلي العالم كله يصدق انك رجل اعمال. عاوز تبقى رياضي؟ الذكاء الاصطناعي وجسم مثالي. نفسك تبقى مشهور؟ متابعين وهميين، جمهور مش حقيقي. بس السؤال هنا، هو انت بتسمي ده نجاح ولا هروب من الحقيقة؟ الحقيقة اللي بقت بتكلفك تعب، بتكلفك صبر وسهر، اما الافتراضي ضغطة زر كفاية. الجيل بتاع دلوقتي بياخد احلامه من الذكاء الاصطناعي، للأسف ما بياخدش احلامه من عرقه، ما بياخدش احلامه من تعبه، ما بياخدش احلامه من معاناته. جيل بيحب الصورة، مش عاوز القصة، مش عاوز الكفاح اللي ورا الصورة اللي متشافة، عاوز النتيجة وعاوز الحاجة التكاوي، مش عاوز الرحلة ورحلة النجاح. لما تفصل النت دلوقتي، مين اللي هيبقى موجود؟ يا ترى انت اللي هتبقى موجود ولا الشخصية اللي انت عملتها بالفلتر بتاعك؟ النجاح الحقيقي هو اللي انت عملته، بس عملته بعرقك، عملته بتعبك، عملته بكفاحك عشان توصل لنجاحك، مش عملته بصورك اللي انت عاملها بالذكاء الاصطناعي اللي ممكن يصنع لك حلمك ويحقق لك حلمك. بس حلم ايه؟ وهمي، حلم على الورق، بس الطعم الحقيقي عمرك ما هتحس بيه إلا لما تبنيه بإيدك انت.